السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس؟ اليوم غندير معكم شويه ديال الكعب غزال ان شاء الله العيد. المهم هنا درت كيلو ديال الطحين، درت 4 ديال المعالق ديال السكر كلاصي، و4 معالق ديال الزيت، ودرت 4 ديال الزبده، وخاصني نحلها مزيان داك الزبده مع الطحين، ومن بعد غنعجنها بالمزهر ان شاء الله ونتلاقاو. انا رجعت معكم البنات، راه شفتوا الطحين درت تقريبا كيلو ديال الطحين، درت فيه 4 ديال المعالق ديال السكر كلاصي، و4 ديال الزبده، و4 تاع الزيت، وشويه كات الملحه، وعجنته مزيان وخليته بات في الثلاجه. والصباح جبدتها لقيتها يعني هي العجينه خصها تكون قاصحه بزاف بزاف بزاف، تكون قاصحه. من بعد من جبدتها الصباح طلقتها بالدلاك، لقيتها خفافت في الطليق، طلقتها خرجت فيها هذا الكيلو ديال الطحين، كيلو ونص اللوز عندي هنايا، 2 كيلو قل شي رابعه هكاك حيدت منها. ها نتوما هما اللي خرج ليا. والزواق باش زوقت بالفرشيط، ما كانش عندي هذاك اللي كينقشوا به الكعبه، نقشت بالفرشيط بحال هكا، حطيتها وبقيت نورك هكا، غير هكا تنورك بالفرشيطه. ومن بعد نتوما شفتوها ان شاء الله مع 11 الليل باذن الله. غندير لها 6 ديال التقيبات اي حاجه باش تقبوها باش ما تطرطقش، وغندهنها. اما دهنوها بالزبده، اما دهنوها بالملح البيض. والعجينه ديال اللوز درت فيه، درت في وسط العجينه درت المزهر، درت السكر كلاصي، درت الزبده اللي غتجمع ليا الكعبه، ودرت شويه ديال المسكه. الى وديروا معلقه ديال الكونفيتير، ضروري ديروا معلقه ديال الكونفيتير باش هي اللي كتخليها معلكه من الداخل وما تجيش يابسه. المهم انا وريتكم ان شاء الله ان شاء الله من نطيبها غنوريها لكم. وهذه هي طريقه الكعبه، راه سهله سهله سهله. انا كانت تجيني صعيبه بزاف، وما عمرني صراحه ما جربتها 2 خطرات وما جاتنيش مزيانه. هاد النوبه الحمد لله جاتني سهله، ونتمنى ان شاء الله تجربوها. راه سهله بالنسبه، راها غاليه في المغرب بزاف، ولا جيتو ديروها بيديكم راها رخيصه بزاف، غتقام عليكم رخيصه. ونتمنى ان شاء الله من الطيب نتلاقى معكم. يلا باي باي. المهم البنات انا رجعت معكم، ها هي طابت دابا. منين قبل ما طيب درت لها الزبده دايبه ودخلتها للفران واحد شويه، يعني ماشي بزاف ديال الوقت باش ما تحرقش، حيت فايته تحرقت ليا ديك الخطره. ودابا انا رديت معاها البال، هانتوما شفتوا طابت. من بعد منين طابت شنو درت؟ خديت معلقه ديال السكر كلاصي، ومعلقه ديال المزهر، والملح ديال البيض. المهم ها هو شفتوا، ها هو هنايا، ها هو علاش تيخليها بريو. دابا منين درتو ها نتوما شفتوا انا تنديرو دابا هنايا. ما غنديرو غندوز واحد نساليه، غندخلو للفران تقريبا 1 مينيت ولا 2 مينيت، يدخل للفران ويجي فيه غير بريون شويه ونخرجو. ها نتوما تبارك الله جاتني تقريبا شي 2 كيلو ونص ديال الكعبه. المهم هذه هي طابت هنايا، هذه شويه تحمرات غير واحد شويه، وهذه لا، هذه ما خليتهاش تحمر، غندخلها غير واحد شويه تشد البريون ديالها ونخرجها ان شاء الله. المهم ونوريكم النهايه ديال ان شاء الله ديال الكعبه. المهم البنات انا رجعت معكم، ها نتوما شفتوها كي جات، تبارك الله جات غزاله ورطبه بزاف الحمد لله، يعني صدقات ليا هاد النوبه. وتبارك الله راه جات تقريبا شي 2 كيلو ونص ولا 3 ديال الكعبه اللي جات. الفران باقي تطيب فيه بلاطو، وباقي هذا، وباقي في البلاطو وفوق الطبله هنايا. تبارك الله عطات كيلو ديال الطحين، عطا في كيلو ونص اللوز تقريبا ولا 2 لاروب. ايوا تبارك الله، الله يجعل ربي يدخل علينا ان شاء الله هذا العيد بالخير وبالصحه ان شاء الله. وتنتمنى تجربوا هذه الكعبه، راه غتقام عليكم رخيصه وفتيه والله العظيم، غزاله تبارك الله، ما عندي ما نقول. جات غزاله هانتوما شفتوها.
ان شاء الله الفيديو اخر ان شاء الله نتلاقى معاكم ما احسن ان شاء الله. وتهلاو في راسكم بزاف.